تخيل معايا بلي كاينه واحد المدينه في روسيا سميتها مورامانسك. طبيعه تما كدير شي حاجات كتخليك تحس بحال الا الوقت تخربق. الشمس تما ما كتغيبش لكاع لمده كتوصل ل 62 يوم. يعني تخيل معايا كتكون الساعه 11 ونص ديال الليل والسما باقيه ضاويه والناس خارجين كيتساراو وكيصوروا بحال الا عاد جوج ديال النهار. ولكن المفاجاه هي ان نفس هذه المدينه ملي كيدخل الخريف الوقت كيتقلب تماما. ساعات النهار كيبداو ينقصوا بسرعه خياليه بحال مثلا في شهر اكتوبر الشمس ما كتبانش لاكثر من 10 ديال السوايع في النهار. وملي كيدخل نوفمبر النهار كيزيد يقصر كثر وكثر حتى كنوصلوا لواحد الفتره كنسميوها الليل القطبي، وهذه كتبان من 2 دجنبر حتى ل 11 يناير. يعني تقريبا 40 يوم والشمس ما كتطلعش فوق الافق نهائيا في مورامانسك. ولكن هادشي ما كيعنيش باللي الظلام كيكون كحل 24 ساعه. كيكون واحد شويه ديال الضوء بحال هذاك ديال وقيته الغروب من 10 ديال الصباح حتى 3 ديال العشيه، ومن بعد كيرجع الظلام عاوتاني. وهادشي بالضبط هو السبب اللي مخلي مورامانسك من اشهر البلايص في روسيا باش تشوف ظاهره الشفق القطبي. حيت باش تشوفها خاصك السما مظلمه بزاف وبعيده على اضواء المدينه وتكون معاها حركه ديال الشمس مناسبه.